اهلا وسهلا بحضراتكم وخاصة جماهير النادي الاهلي. بحاول اقول لهم خلي بالكم من فريقك وخليك في ظهره وما بصش لنتائج النادي الاهلي في الدوري العام. الثلاثة بونت ممكن يتعوضوا في اي مباراة والدوري لسه طويل. خليك ورا فريقك وادعمه للمباراة النهائية الافريقية اللي ناس كتير عايزة النادي الاهلي ما يوصلش للبطولة دي بشتى الطرق. يعني النادي الاهلي بيحارب اتحاد قارة باكمله بقياده فوزي لقع وفاطمه ساموراي، الاثنين اللي مصالح المشتركه اللي طلبت منهم واحد يتنازل عن اعاده مصر والسنغال وما يكبرش الموضوع في الاتحاد الافريقي، ده مقابل ان الساموراي يأيد ان المباراه النهائيه تتلعب في المغرب ويكون احد طرفي مباراه النهائي من المغرب. وده طبعا مش موجود في العدل ولا الانصاف لكره القدم ان احد طرفي المباراه النهائيه المباراه تتلعب على ارضه، وده بيبقى حق مش حق اصيل علشان يرجح كفه نادي على كفه نادي اخر. والدليل على كده ان انت عندك عضو في المجلس التنفيذي اسمه هاني ابو ريده ما قدرش يوصل الموضوع للمحكمه الافريقيه للمحكمه الدوليه الفيفا، وان هم ياخدوا قرار بتطبيق العدل واتاحه الفرصه بين الفريقين ان يكون الفرص متساويه والافضل ياخد البطوله. فدي كلها مصالح مشتركه، والناس بتبقى شايفه ان الاتحادات وكراسي الاتحادات دي مناصب تطوعيه. في الحقيقه مش تطوعيه، هي الحقيقه مناصب للاستفاده من المنصب نفسه، مش هياخد كام المنصب، لا هي الاستفاده من المنصب. والدليل على كده التربطات اللي بتحصل والاختيارات اللي بتتم كلها بتيجي عن طريق الناس دي اللي هي بتقبل المصالح والفساد. واكبر فساد هتلاقيه في مصر هتلاقيه في المنظومه القرويه. واللي انا بتمنى ان يكون اداره المنظومه القرويه دي تخضع للقوى الكبيره اللي في مصر اللي بتحكم مصر، يكون حاطه ايدها برضو على الاتحاد حتى لو بصوره غير مباشره وبدون تدخل حكومي، والناس اللي موجوده فيه تعرف ان هي هتتحاسب في حاله الفساد وفي حاله الرشاوى. ده كان مطلب شخصي مني وبوجهه للمسؤولين عن الدوله للحفاظ على هيبه كره القدم، لان النادي الاهلي لما يتعرقل هو مش بيجيب البطوله للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بس، لا ده بيجيب البطوله لمصر وقبل النادي وقبل جماهير النادي الاهلي، وبتتحسب للمسؤولين عن الاتحاد واللي ماسكين الاتحاد واللي ماسكين الدوله. فالنادي الاهلي لما يتحارب من جهات كتير انه يتعرقل في تحكيم في الدوري المصري ويتعرقل في تحط السدود والعراقيل امامه في المباراه النهائيه عشان ما يحتفظش بالثالثه للابد ويبقى مفيش غير النادي الاهلي وعلى الساحه الافريقيه، فده يبقى الموضوع اكبر من النادي الاهلي واكبر من إن مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يواجه الناس دي، او بمعنى اصح العصابه الكامله اللي بتدير كره القدم في افريقيا. ارجو من جماهير النادي الاهلي ان هي تخلي بالها على ناديها وما تنفعلش من اي نتيجه او اي رده فعل غير طبيعيه في اي مباراه. خليك واثق في فرقتك وادعم فرقتك. كفايه ان الفرق وجماهير الدول التانية واقفة جنب ناديك وبتفتخر ان النادي الاهلي افريقيا بيحقق كل النتائج دي ما عدا مصر. والناس اللي عمالة تنبح عمال على بطال وبتتهم الاهلي بالباطل وتتهم الاهلي بالاكاذيب عشان يظهروا في الاعلام، تقريبا ده منهج. اللي يهاجم الاهلي او يقلل من قيمة الاهلي هو اللي هيظهر في الاعلام وتتفتح له الخزنة وياخد فلوس. اما اللي يتكلم عن النادي الاهلي كويس وطبيعي وحقيقي لا انسى الكلام ده مش عندنا، والكلام ده ما بيجيبش مشاهده. المشاهده بتيجي من الكذب عشان الناس تطلع تكذب الكذب، فاحنا عايزين الكذب، احنا بنحب الكذابين. الناس المسؤوله عن الاعلام بيحبوا الناس الكذابه عشان يحققوا نسب مشاهده حتى لو على حساب فساد عقول الرياضه والحقيقه الرياضيه في مصر. اشكركم والى اللقاء، واتمنى النادي الاهلي يفوز بالمباراه النهائيه عشان يبقى جامع 3 بطولات افريقيه على التوالي. شكرا والى اللقاء.